سامح شاب في العشرينات، مغامر بطبعه، وكان عنده شغف إنه يزور الأماكن اللي الناس بتخاف منها. في يوم ابتدى على الإنترنت بيتكلم عن غابة في أطراف بلد صغيرة، غابة ما حدش بيقرب منها بعد المغرب. بيقولوا إن جواها كوخ قديم اللي يدخله ما بيرجعش. أصحابه اعتبروها هزار وقالوا له يا عم ده خرافات، لكن سامح قال أنا لازم أشوف بعيني. ركب عربيته وراح على أطراف الغابة. كانت الساعة 11 بالليل، الجو بارد والضباب مغطي الطريق. وقف سيارته عند المدخل، وأول ما دخل سمع صوت زي صراخ بعيد، صراخ ست. وقف، قلبه بيدق، لكنه كمل. بعد نص ساعة ماشي وسط الشجر، لمح نور ضعيف بين الأغصان، نور كأنه من لمبة قديمة بيرعش ويطفي وينور. قرب لقى الكوخ باب خشب مكسور وشبابيك متسخة كلها تراب. دخل بحذر، المكان كله تراب وعفن، لكن اللي شد نظره صور معلقة على الحيطان، صور عائلية، ناس واقفة مبتسمة، لكن كل الصور متشال منها العيون. والغريب إن عدد الصور كان بيساوي عدد البلاغات عن الناس اللي اختفوا في الغابة. فجأة سامح سمع باب بيترزع بجوه، حاول يفتحه، لقى نفسه مقفول جوه. وبدأت الأصوات، همس كتير جدا حوالين ودنه، إحنا هنا وإنت كمان هتبقى صورة زينا. في ركن من الكوخ لقى مراية قديمة مكسورة النصين قرب منها، وشاف صورته، لكن صورته ما كانتش طبيعية. وشه كان باين لكن من غير عيون. المراية بدأت تتهز وكأن إيدين خارجة منها بتحاول تشده. سامح وقع على الأرض والهمس بقى عالي جدا. انت اخترت تدخل، يبقى مفيش خروج. سامح مسك حجر وكسر الشباك وجري في الغابة. كان بيسمع خطوات بتجري وراه، كأن حد بيتنفس في قفاه. كل ما يبص وراه يشوف لمحات سريعة لوجوه من غير عيون قريبة جدا. بعد ساعات جري وصل للعربية، ركبها بسرعة وشغلها، لكن المراية الأمامية ورا الدركسيون ما كانتش عكسة الطريق، كانت عاكسة الكوخ من جوا والوجوه كلها بصاله. وصل بيته وقال يمكن يكون كابوس، لكن كل ليلة بعدها يسمع نفس الهمس. صورته في المراية بقت من غير عيون. وبعد شهر اختفى سامح. الناس قالوا هرب، لكن بعد فترة واحد دخل الغابة، ولما صور الكوخ لقوا صورة جديدة متعلقة على الحيط، صورة سامح.